السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. فيوتشر يخطف تعادل سلبيا أمام الأهلي ويوقف سلسلة الانتصارات للمارد الأحمر، ولكن لم يتغير في الأمر شيء. الأهلي يتربع على قمة ترتيب جدول الدوري وفيوتشر في المركز الثالث. كولر بعد المباراة ينتقد إضاعة لاعبي فيوتشر للوقت والسقوط المتكرر بدون إصابات أو أي داعي، ويطالب المسؤولين عن الكرة في مصر في اتخاذ أي رد فعل لإيقاف تلك الواقعة المتكررة. مارسيل كولر: نتيجتنا المفضلة هي 3-0، ولكنك لا تلعب بمفردك، واليوم كان منافسنا منظم دفاعيا، وإذا سجلنا فرصة واحدة كانت الأمور ستختلف، ولكن كمدير فني يجب أن أتقبل ذلك لأنها كرة القدم. وكانت لدينا بعض المشاكل في الشوط الأول وتأخرنا في دخول المباراة، وكنا أفضل كثيرا في الشوط الثاني، ورغم ذلك خلقنا العديد من الفرص. عندما تلعب مباراة كل يومين من الصعب أن يكون اللاعب صافي ذهنيا. من المدرجات في مواجهة فيوتشر، جماهير الأهلي تهاجم إمام عاشور وترفض التعاقد معه. إمام عاشور مش عايزينه وصالح سليم مش ناسيينه. النادي الأهلي أنهى كافة التفاصيل المالية لشراء خالد عبد الفتاح بشكل نهائي، وأرسل 10 مليون جنيه دفعة واحدة إلى نادي سموحة من أجل التعاقد مع اللاعب. أحمد شوبير: في حال طلب النصر السعودي التعاقد مع محمد الشناوي رسميا ستوافق إدارة الأهلي، لأن الحارس سيبلغ 35 عام بعد 5 أشهر فقط، لذلك إدارة الأهلي تقدر كبر سنه وضرورة هذا العرض ماديا بالنسبة لقائد الفريق، وذلك نظرا لاقتراب نهاية مسيرته. مارسيل كولر: أرى أن بيرسي تاو نشيط جدا، وأنا من يطلب منه مراوغة اللاعبين في موقف 1 ضد 1. لم يكن موفقا اليوم وأهدر فرصة للتهديف، ولكن أرى أنه من أخطر اللاعبين في المباراة، ودائما ما سأطلب منه المحاولة والمراوغة. وأحمد القندوسي حاول اللعب هجوميا ودفاعيا، ولكن الأمور كانت صعبة عليه مثل باقي الفريق، وذلك بسبب التكتل الدفاعي. ولكي تتغلب على ذلك التكتل تحتاج إلى لاعبين بذهن صافي، وهو ما لم يحدث اليوم. صحيفة فوتو سبورت التركية: الزمالك رفض عرض من بشكتاش لضم اللاعب أحمد السيد زيزو، ومسؤولي بشكتاش التقوا بوكيل زيزو، لكن إدارة الزمالك لا ترغب في الموافقة على رحيل اللاعب. لجنة الانضباط: أصدرنا عقوبة ضد نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك بسبب طريقة احتفاله مع زميله أحمد السيد زيزو في أحد المباريات. الزمالك: لم تصلنا أي خطابات بخصوص قضية خالد بوطيب، ولم يتم توقيع عقوبات جديدة على النادي، ومستحقات اللاعب المتأخرة تقدر تقريبا ب180 ألف يورو فقط. فرج عامر: سموحة تعاقد بصورة نهائية مع حسام حسن من الأهلي. اتحاد الكرة يرسل أسماء الفرق المشاركة في بطولات أفريقيا لكاف بشكل رسمي: دوري أبطال أفريقيا الأهلي وبيراميدز، كأس الكونفدرالية الأفريقية الزمالك وفيوتشر. نادي فاركو يعلن رحيل طارق العشري عن تدريب الفريق بالتراضي بين الطرفين. بعد نهاية عقد اللاعب وعدم التجديد مع مانشستر يونايتد. صحيفة ذا صن: النصر السعودي يغري ديفيد دخيا براتب 290 ألف يورو أسبوعيا من أجل التعاقد معه. رسميا نادي فرانك فاروش المجري يعلن ضم محمد علي بن رمضان لاعب وسط الترجي ومنتخب تونس في صفقة انتقال حر. بعد ميسي وبوسكاس، سيرجيو راموس وجوردي ألبا يقتربان من الانضمام إلى انتر ميامي. وبكده تكون انتهت أخبارنا. لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل أخبارنا وفيديوهاتنا الجديدة. ادعم الفيديو بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله.